السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب سريع منعش، حاجة كده لتفادي حر الصيف. هنعمله على طريقة المحلات، الطعم والشكل، ويا رب يعجبكم. هنبدأ كده على بركة الله ونسمي الله، ونجيب معانا هنا 3 ليمونات، ومعانا هنا نعناع فريش، وطبعا مغسول كويس ومنقوع شوية لما انتعش كده، وطبعا معايا سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة. عندي هنا كوباية معلقتين لبن. عندي هنا اللي هو الفتراك، اللي هو عصير النعناع او شربات النعناع. هنبدأ كده ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اهم حاجة في الليمونة مركز مرارة الليمونة، المنطقة ديت الإقماع بتاعت الليمونة. طبعا هعمله بقشره لان بحب المزازة اللي في الليمون، فطبعا اللي هو عايز يخف المزازة شوية هيقشر الليمون، فانا طبعا هعمله بقشره. طبعا بنروح نشربه في الكافيهات بمبلغ وقدره، فطبعا قلنا بقى نعمله في البيت. مرة في مرة هيظبط معانا ان شاء الله. فطبعا هنا عملت الليمون شرايح، طبعا دي للتزيين. طبعا الليمون حسب الرغبة هنزود زي ما احنا عايزين، يعني عايزين مزازة عالية هنشتغل برضو زي ما احنا عايزين. طبعا هنا عندي بقى التلج، ومعايا هنا شفشة الخلاط. طبعا هنزل بالمية. طبعا احنا ممكن نستبدل كمية المية ديت بالسيفن اب. طبعا انا بحب النعناع، هو عصير النعناع او شربات النعناع بيغني عن النعناع الفريش، بس انا بحب طعمه فيه، فطبعا اللي موجود عندك هتعملي بيه. هننزل بقى بكل المكونات اللي موجودة عندي. طبعا اللبن لازم تبقى كمية خفيفة قوي، ما تبقاش كتيرة. هنضرب كل الحاجات دي في بعضها ونرجع مع بعض تاني. طبعا بقى بعد ما كده خلطناه كويس وصفناه من اي شوايب فيه، طبعا بقى ننزل بشربات النعناع، ونحاول بقدر الامكان ما تخلطوش مع بعض. هنشتغل معاها بالراحة شوية. طبعا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، كمية حسب ما احنا عايزين او حسب ما بنحب، كل واحد بيحط على قد ما هو عايز. طبعا هنحط مكعبات التلج، وهنحاول برضو نثبت الليمون بالتلج عشان يدينا منظر جميل وطعم احلى. طبعا اهم حاجة في العصير هنصبه حبة بحبة عشان ايه ما يخلطش كله في بعضه. هنحاول بالراحة خالص نصب العصير عشان يديني الشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا صبناه وموجود الكمية الموجودة تحت زي ما هي. طبعا كل حاجة عمالة تقع كده، فربنا يسهل. طبعا نزلت كمية كبيرة اوي، كبرت الكمية دي اوي عشان برضو في عندنا اللي بيحبوا او بعصير النعناع زيادة شوية. طبعا هحاول اثبت برضو الليمونة بالتلج عشان برضو يديني منظر جميل جدا في الكوباية. برضو غيرت لكم الكاميرا عشان تشوفوا بنصب بالراحة ازاي، عشان كل حاجة تفضل ايه، الصوص اللي هو عصير النعناع الموجود تحت يفضل ثابت مكانه. طبعا مشروب جميل جدا جدا في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا شكله بقى كده هنحط شوية عصير نعناع كده، حاجة بسيطة، شربات نعناع، حاجات بسيطة كده.
طبعا ممكن احنا ننقص الكمية ديت من العصير ونكملها بسيفن اب، بيديها طعم منعش. طبعا هنزين بقى بالنعناع. ده طبعا الشكل النهائي معايا، ويا رب تكون حلقة النهاردة نالت على اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك واكسبلور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.